كسل عن جد مش منيح. يعني الواحد لما يضله نايم من التلفزيون للتلفون، من التيك توك للفيسبوك. السلام عليكم، كيف الحال والأحوال؟ بالنسبة لأي واحد في ألمانيا عايش في ألمانيا عنده إقامة حماية أو إقامة 3 سنوات، أنا بنصح الجميع بأسرع وقت ممكن إنكم تشوفوا شغل، تشوفوا دراسة، تقدموا على الجنسية الألمانية، إنه الشغل اعملوا شغل خاص فيكم، اشتغلوا عند المحلات بالأمازون بالبوست، اعملوا شهادة سواقة واشتغلوا طلبات على الأمازون أو على أي أماكن ثانية. الشغل متوفر كثير في ألمانيا بس بده حركة. أي واحد عنده عيلة عنده أولاد اللغة تاعته مش قوية، روح شوف شغل عند الجماعة. كثير إخواننا العرب السوريين صار عندهم أبواب على الأمازون وعلى هرمس، بدهم شغيل كثير في اللاجرات في المصانع بدها شغل. روحوا اشتغلوا. إذا أخذت أنت 1500 أورو 1800 أورو بالشهر راتب، تقدر تاخذ فون جلد، تقدر تاخذ كندر سوشلاك. يعني الراتب الجوب سنتر اللي انت بتاخذه هسه خلينا نقول 3500 اورو لك ولمرتك ولاولادك. اذا رحت اشتغلت ولقيت شغل انت ب 1800 اورو مع الكندر جلد وكندر سوشلاج وفون جلد، وراتبك الاساسي راح يوصل راتبك تقريبا 4500 اورو. يعني بيفرق عن ال 2500 او 3000 اورو اللي بتاخذهم من الجوب سنتر. لا يعني انك انت بتاخذ راتب قليل انه تاخذ كندر عليه بس، لا، في المانيا بتساعدك بكثير شغلات ثانيه عشان تشتغل، وبنفس الوقت بتقدر تقدم على الجنسيه، تقدم على الاقامه المفتوحه وتظبط امورك بالمانيا. ضروري ضروري لاخواننا اللي عندهم اقامه سنه او 3 سنين، لا تضلكوا على الاقامه، قدموا على الجنسيه. الجنسيه ضروريه كثير كثير كثير. يعني في كثير ناس من اخواننا السوريين معهم جنسيه المانيه وجنسيه سوريه، هسه نزلوا على سوريا عملوا استثمارات بسوريا. بقول لك انا بروح بقعد 5 6 سنين، بدي ارجع على المانيا بقدر ارجع. لما يكون عندك اقامه سنه او 3 سنين وعندك لقيت استثمار او عندك اراضي او عندك بيت في سوريا، اذا رحت مش راح تقدر ترجع مره ثانيه على المانيا. فانا بنصح الجميع يستغلوا الفرصه هاي موجوده هسه، بتشتغل بتطلع اكثر مصاري من انت بتقدر، انت زوجتك اولادك يشتغلوا معك يساعدوك، بيكون مبالغ اكثر من المبالغ اللي بتاخذها من الجوب سنتر. غير هيك انه الكسل عن جد مش منيح. يعني الواحد لما يضله نايم من التلفزيون للتلفون، من التيك توك للفيسبوك، يضلك قاعد بالدار حتى بتهمل اولادك. في ناس يقول لك انا قاعد والله بربي اولادي، لا، لما تكون قاعد انت بتعملش شيء بتهمل حتى اولادك. يعني بضلك بس قاعد على التلفون على التلفزيون نايم او طالع مع اصحابك، ما بتعمل شيء مهم للعيله. تحياتي للجميع، ابو صالح الدلكي، مع السلامه.